في واقعة أقدمت فيها فتاة على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثامن من أحد الأبراج السكنية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب رسالة أرسلها لها والدها في وقت سابق. وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى فاطمة وتبلغ من العمر 19 عاما، أقدمت على التخلص من حياتها بالقفز من الطابق الثامن. كما توصلت التحريات إلى أن المجني عليها كتبت منشور عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبت خلاله أن يسامحها الجميع، وأشارت الفتاة إلى أن أكثر إنسان تعب نفسيتها والدها. وعلقت الفتاة على كومنت لوالدها حيث قالت: ده كومنت من بابا على صورة ليا على الفيس، مش عارفة أقول إيه، بس أنا مش كويسة خالص، وليه كله شايف إن أنا وحشة وإن أنا الشخص المؤذي في حياة الكل؟ هل أنا كده فعلا، ولا الناس اللي دايما بقرب منهم وأديهم أكبر من حجمهم فاطلع أنا الشخص المؤذي في الآخر؟ طب ليه؟ هو أنا أستاهل كل ده؟ مش عارفة أقول إيه، بس أنا مش كويسة ومضغوطة من كل حاجة، فياريت ادعولي لأن أنا عمري ما كنت وحشة. هكذا تخلصت فتاة الشرقية من حياتها وتركت رسائل حزينة على الفيسبوك. انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله.